فرضا يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شغلي تقدي تقولي له شغلي تقدي تقولي له نحكي له شو صلى شو هم دايرين مسلمين ما سؤال اللي دايروا مسلمين ما سؤال يا حمدي، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كان سوى؟ كان ادى مين اول؟ لو كان موجود؟ مش قادر اقول لك صراحة. مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك صراحة. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجة الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود اروح اصلي. انا ما بصليش. اكذب عليك؟ ولا بصلي ولا بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام امامك امامي؟ ايوه ايش تقول له في دقيقة؟ يعني اجري تحت رجليه وابوسها. ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلسي معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ سؤال صعب. لو اتمنى مجالسة النبي، يعني الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع لو علي أنا ياخذ بيشته يشيلني من الدنيا هذه. لو على حسابي. الله يبعث الرحمة في قلوب الناس. آمين. أبوس رجله وأبوس إيديه وأقول له يا راجل عليه الصلاة والسلام، أقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. الله ده أنت قلت حاجة جميلة أوي. السؤال الأخير أستاذ محمد، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك إيش تقول له في دقيقة؟ مش عارف، نفسي يعني لا، صورة صعبة، انت حطيت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام. لا صدقني، يعني مهما حاولت ادور على الالفاظ، مهما حاولت ادور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا. مش عارف.